في قارة تحكموها 4 قوى كبار ماسكين اللعبة من أولها لآخرها، والأربعة دول هم عائلة الأسد العظيم. دي العائلة تبع سيوف وتحالف الكهنة، ودول محميين من قبل الحاكم. وفي مكتب التفتيش، ودي جماعة تابعة للقصر الإمبراطوري برج السحر، وده يعتبر قمة السحر في ذا العالم. وسط العمالقة دول كانت في عائلة اسمها ميلفينجر، أسطورة من أساطير السحر والتاريخ. العائلة دي هي اللي شال الليلة كلها وحاربت الشياطين من 30 سنة وأنقذت البشرية. بس الانتصار ده ضريبته غالية، حيث أغلب أفراد العائلة ماتوا في الحرب، ومع الوقت السقوط بقى أسرع. رئيس العائلة وزوجته ماتوا من أطال الحرب، والعائلات اللي كانت تابعة لهم تركتهم وخانتهم. وفي النهاية مبقاش فاضل من سلالتي غير والد صغير وأختها الكبيرة. العيالين دول ما كان لهم أحد في ذا العالم، والولد ده انتقاما لما حصل لعائلته كان عنده حلم واحد وواضح، يرجع اسم عائلته للمجد تاني ويبقى ساحر أسطوري تهتز له الأبدان. لكن الحياة قررت تعمل له مقلب من النوع الثقيل. الولد الصغير ده مسكين جاله مرض نادر اسمه مرض الانسداد، والمرض ده قفل مسارات المانا ومنع من استخدام السحر تماما. تخيل تبقى من نسل أعظم عائلة سحرية في التاريخ وما تقدرش تعمل تعويذة نور بيها أولتك. الموضوع عامل بالضبط كأنك ابن أشهر وأكبر طباخ في البلد وأنت ما تعرفش تسلق بيض. بس الولد ده إيريك ما استسلمش، فضل يذاكر ليل ونهار، يقرأ كتب أكثر من عدد الكتب اللي موجودة في مكتبة الجامعة نفسها، بيحاول يلاقي علاج لمرضه. والنتيجة بقى عبقري في النظريات، أي سؤال نظري أو كتابي يجاوبه بسهولة. ودي المشكلة دمرت حياته كليا، وهو السحر العملي، لأن السحر الطبيعي لازم يجمع المانا ويكون دائرة سحرية جوا جسمه. أما هو فكان كل ما يحاول يعمل كده جسمه يقرر فجأة أنه مش متعاون في المشروع ده، وبالتالي بقى مشهد متكرر كل سنة، درجات خرافية في النظري وكوارث طبيعية في العمل. والأسوأ ده حصل 4 مرات متتالية. في الأكاديمية الرسوب 4 مرات مش معناه إعادة السنة، لا يا معلم، معناه أنهم بيقولوا لك بكل احترام الباب يفوت جمل. وبالرغم أنه كلهم كانوا بيضحكوا عليه وبيعتبروه أفشل ساحر في التاريخ، إلا أنه كان عارف حاجة ما حدش فهمها، أن قصته لسه ما بدأش أصلا. وفي وسط كل المصايب دي كان في شخص واحد لسه واقف بجنب، وهو شين، وهو واحد من أبناء العائلات الستة العظمى اللي سيطرت على برج السحر بعد سقوط عائلة ميلفينجر. عبقري تخرج من الأكاديمية بدري وبقى أستاذ وهو لسه في سن صغيرة، يعني باختصار الشخص اللي بيجمع كل الصفات اللي المجتمع بيحبها. الغريب أن شين بدل ما يبعد عن إيريك زي باقي الناس كان مصمم يفضل صديقه. وفي يوم جاب له تقرير غريب عن اكتشاف جديد، وهو تقرير عن تنانين ماسية، والمخلوقات الأسطورية دي نادرة جدا، وبالنسبة لأي ساحر عادي دي كانت مجرد أخبار مثيرة. أما بالنسبة لإيريك فدي كانت فرصة عمره، ولو قدر يشارك في الحملة دي وقدر يجيب كنز أو قطر نادر من الوكر، الأكاديمية ممكن تعيد تفكير في قرار طرده. يعني فجأة بقى قدامه باب صغير للنجاة. لكن كان في مشكلة، التقرير كان غلط. بينما عشرات الباحثين والأساتذة مقتنعين أن وكر موجود في مكان معين، إيريك بمجرد ما شاف البيانات عرف أنهم غالطين، مش لأنه أقوى ساحر لكن لأنه حرفيا ما عندوش حاجة يعملها غير أنه يذاكر طوال اليوم. الناس كانت بتتمرن على السحر وهو كان بيقرأ، لحد ما بقى يعرف تفاصيل تدفق المانا أكثر من أصحاب البحث نفسهم. ومن هنا بدأ يشرح أن المكان المحدد مستحيل يكون وكر التنين، وكل الحسابات اللي عملوها الأساتذة كانت خاطئة. وطبعا ما حد حب كلامه وصدقه، خصوصا العميد باراكس، رجل قوته سحرية لوحدها كانت كفيلة تخلي أي طالب ينسى اسمه بالكامل من الرعب. لكن إيريك وصل لمرحلة ما بقاتش فارقة معاه، لأن لو طرد كل حاجة انتهت، ولو نجح ممكن يلاقي فرصة ينقذ مستقبله. ودخل في رهان مع العميد، إذا كانت حسابات إيريك مخطئة فسيعطي العميد إرث عائلته الأخير. وأول ما شين رأى ذلك تقريبا كان ناقص ينسف سقف الغرفة من كثرة الصراخ. بالنسبة ليه إيريك مش راهن على حاجة بسيطة، ده راهن على آخر قطعة متبقية من مجد عائلة ميلفينجر، القلادة الأسطورية، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتنتقل من رئيس عائلة عبر أجيال طويلة. لكن الغريب أن إيريك كان هادي بشكل مستفز، كأنه يلعب مباراة شطرنج وهو عارف النقلات مسبقا. وهذا ما حدث. بدأت بعثة البحث عن الوكر التنين، وفي مكان بعيد كان العميد باراكس يبتسم. بالنسبة ليه الموضوع محسوم، مجموعة من الحمقى بيتبعوا طالب فاشل، وفي النهاية القلادة السحرية هتوصل لإيده، وبمجرد ما يحصل عليها طموحه السياسي كلها يبقى في متناول يديه. لكن العميد ما كانش يعرفه أنه وقع في أكبر فخ ممكن، لأن إيريك كان شايف شيء ما عادش غيره انتبه له. وبالفعل بعد ساعات من البحث ظهر عمود ضخم من الضوء وسط الجبال، العلامة اللي كان إيريك مستنيها. في اللحظة دي كل المشككين بلعوا كلامه، وكل الفريق اندفع وراءه، ولأول مرة بدأت الناس تصدقه. وبعد رحلة طويلة داخل الكهوف وصلوا أخيرا، وقفوا أمام باب عملاق قديم جدا وعليه ختم تنين حقيقي. المكان كله كان مليان مانا بكثافة مرعبة، لدرجة أن بعض السحرة بدأوا يرتعشوا من غير سبب. أما إيريك فكان واقف يتأمل الباب، وبينما كان الجميع متوتر لأن أي خطأ هنا ممكن يحولهم لرماد. لكن كالعادة كان لازم يظهر الشخص العبقري اللي قرر يتصرف من نفسه. لمس الختم، في ثانية واحدة كل شيء انفجر، الأرض اهتزت والمانا طارت، وفجأة تحول الكهف كله إلى فوضى كاملة، والكل صار بيدور على طريقة للنجاة. أما إيريك فكان واقف وسط الكارثة بنفس النظرة الهادية المعتادة، لأن بالنسبة لي دي مش أول مرة يلاقي نفسه في مصيبة بسبب وباء الآخرين، والأهم من كده كان مقتنع أنه هيلاقي حل. وده اللي حصل. إيريك حل تشفير ده الفخ عن طريق تحليل لغة التنانين القديمة. الكل كان متفاجئ، كيف لشخص عادي أن يفهم لغة التنانين العريقة، وده مجاله أصلا، النظري هو معلم فيه أصلا. ساد الصمت اللي يجي بعد الكارثة مباشرة. الجميع كان واقف مكانه وهو بيحاول يستوعب أنه لسه عايش. شين نفسه كان حاسس أن عمره نقص 10 سنين في اللحظة دي. أما إيريك
فكان مركز في شيء تاني تماما، كان مركز في النقوش اللي دارت على الجدران، الرموز الغريبة والمانا التي بدأت تملأ المكان. كانوا واقفين أمام أحد أقدم أسرار العالم، لغة السحر التنانين الأصلية، الحاجة اللي سحرت القارة كلها، مستعدين يبيعوا نص عمرهم عشان يفهموا سطر واحد منها. المشكلة أن الفرحة ما دامتش طويلة، بدأ الجميع يكتشف حجم الكنز الحقيقي اللي مخبأ في الداخل، أسلحة أسطورية ودروع نادرة، لدرجة أن بعض أعضاء البعثة نسوا تماما أنهم كانوا على وشك الموت. وفي الوقت اللي الجميع كان مشغول بالكنوز، وصلوا لاكتشاف خطير. خلف جبل كامل من الذهب كان في شيء ضخم، شيء مرعب، ظهر هيكل عظمي لملك التنانين، مخلوق أسطوري بحجم مدينة صغيرة. حتى بعد موته من 4000 سنة مجرد النظر إليه كان كافي يخلي أقوى السحرة يتوتروا. وفي اللحظة التي اقتربوا فيها أكثر تحرك الهيكل، وفي البداية افتكروا أنهم بيتخيلوا، ثم تحرك مرة أخرى، وفي ثانية واحدة تحول استكشاف تاريخي إلى كابوس. فجأة بدأت المانا تتجمع والتنين الميت يستيقظ. في اللحظة دي انهارت معنويات أغلب أعضاء البعثة، بعضهم بدأ يصرخ، أما إيريك كالعادة بدأ يفكر مش في الهروب ولا في الموت. دي كانت الحاجة اللي ميزته دائما، كل الناس لما تواجه مشكلة بتفكر في حجمها، أما إيريك فكان بيفكر في نقطة ضعفها حتى لو كانت المشكلة عبارة عن ملك تنانين أسطوري راجع للحياة. وبالفعل لاحظ شيئا غريب، هجمات التنين كانت بتتحرك في مسارات محددة، كأن العالم كله تحول فجأة لشبكة ضخمة من الخيوط الغير مرئية. والأغرب أنه هو الوحيد اللي كان قادر يشوفها. في البداية افتكر أنه بيتوهم، لكن مع كل ثانية كانت الرؤية بتبقى أوضح، بقى يعرف الضربة جاية منين قبل ما تحصل، ويعرف المكان الآمن قبل ما ينهار الكهف، وتحول من شخص بيحاول النجاح إلى الشخص الوحيد القادر على إنقاذ الجميع. وبدأ يقود الفريق في وسط الفوضى، والمفاجأة أن كل أوامره كانت صحيحة، كأنه شايف المستقبل حرفيا. شيئا فشيئا بدأوا يقتربوا من المخرج، الناس بدأت تصدق أنهم سينجون حرفيا، لكن كالعادة لما الأمور تبدأ تتحسن المصيبة الحقيقية تكون لسه جاية، لأن باب الخروج لم يكن المشكلة ولا ملك التنانين، المشكلة كانت في شيء آخر. الهواء داخل الوكر تغير من جديد، لكن هذه المرة ما كانش في صراخ، كان في صمت ثقيل. إيريك كان واقف في المنتصف، القلادة السحرية بين يديه والمانا حواليه بدأت تدور بشكل غير طبيعي. وفجأة صوت ظهر من العدم، هادئ وعميق، كان يقول أخيرا وعاء مناسب. إيريك ما تحركش، بس عينه ضاقت، الظل جوا بدأ يتشكل، وبدأ الصوت يعلو، صوته ضحك يقول 1000 سنة وأنا محبوس هنا. العالم نفسه كأنه يتشد للحظة واحدة، ملك الشياطين اللي العالم كله ظن أنه انتهى. عيون إيريك ارتجفت لأول مرة، مش خوف لكن فهم، لأن الصورة بدأت تكتمل. اختبار التنانين والوكر كلها ما كانت صدفة، كانت فخ طويل عمره 1000 سنة معمول لشيء واحد بس، وعاء مثالي، وإيريك هو كان الوعاء. لكن عملية الاستحواذ على جسده فعلا. وفي اللحظة دي مرت حياة إيريك كلها قدام عينه، افتكر جده اللي ضحى نفسه في حرب الشياطين، وافتكر أفراد عائلته اللي ماتوا واحد ورا الثاني، وافتكر الخيانة اللي شافها من الناس اللي المفروض كانوا حلفائه، بل وحتى الأشخاص اللي وثق فيهم يوما ما. وبدأ يتساءل هل هيموت دلوقتي قبل ما يحقق أي حاجة، قبل ما يعالج مرضه، وقبل ما يرجع اسم عائلته لمكانته، وقبل ما ينتقم من كل شخص حاول يدوس عليهم. وبالنسبة لإيريك الإجابة كانت لا، لأن الانتقام لسه ما بداش. وفي اللحظة اللي كان ملك الشياطين على وشك السيطرة الكاملة عليه حصل شيء أغرب، شيء حتى ميفيستو نفسه ما كانش فاهمه. ظهرت قوة مجهولة وابتلعته هو نفسه، بدل ما الشيطان يسيطر على إيريك اللي حصل أن الشيطان هو اللي ابتلع. وفجأة وجد إيريك نفسه في مكان غريب مليان ذكريات ورسائل من أشخاص عاشوا لآلاف السنين. وهناك عرف الحقيقة الصادمة أن في الماضي كانت في مجموعة من أقوى السحرة في التاريخ، لكن بعد ما أسستهم الشياطين قرروا التكفير عن أخطائهم، فأسسوا قبيلة كاملة هدفها الوحيد إبادة الشياطين. لكن المشكلة أن الشياطين كانوا يرجعوا في كل مرة، عشان كده صنعوا أداة خاصة، أداة تقدر تبتلع الشياطين واحد تلو الآخر وتنقل هذه المهمة عبر الأجيال. وفي لحظة واحدة القلادة اللي ورثها إيريك من عائلته والقوة الغريبة اللي ظهرت ابتلعت ملك الشياطين. كل ده كان معناه حاجة واحدة بس، هو أصبح الوريث الجديد لتلك القوة. يعني ميفيستو كان أول شيطان، وأول ما فهم الموضوع بدل ما يخاف يتحمس، لأن عقله اشتغل بالطريقة المعتادة. إذا كان في شيطان أول يبقى أكيد في ثاني وثالث ورابع، وكل واحد منهم عبارة عن حزمة قوة مجانية. أما ميفيستو فكان تقريبا بيعيش أسوأ أيام حياته. تخيل تستنى 1000 سنة عشان ترجع للعالم، وفي الأخير تلاقي نفسك متحول لسجين. وبينما ملك الشياطين بيصرخ ويهدد ويتوعد، كان إيريك بيتجاهله بنفس الطريقة اللي يتجاهل فيها إشعارات تطبيقات المزعجة، لأن عنده شيء أهم. هل فعلا مرض الانسداد اختفى؟ وهنا ركز لأول مرة على العالم حواليه، صوت الهواء وحركة الحشرات ورائحة الزهور. حصلت المعجزة اللي استناها طوال حياته، استطاع الإحساس بالمانا ثم التحكم فيها ثم استخدام السحر لأول مرة منذ ولادته. بعد سنوات من السخرية والفشل والرسوب والإهانات، إيريك ميلفينجر أصبح أخيرا قادر على استخدام السحر. وفي اللحظة دي ابتسم، لأن كل الأشخاص اللي خانوا عائلته وكل اللي اعتبروا ميلفينجر اسما من الماضي كانوا على وشك الاكتشاف حقيقة مرعبة جدا، أن أكبر مشكلة في القارة كلها رجعت للحياة من جديد.